السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مع شيوة أم زينب. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا طلبية فيها حلوة نتاع النشا، كتجي رائعة في المذاق ديالها. كما كتشوفوا هذه هي الطلبية اللي خرجت. خليكم مع الفيديو باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير عندي هنايا 150 غرام ديال الزبدة، عندي لها رشيشة د الملحة، واحد الفاني، نص كاس نتاع سنيدة. غادي نخدم هاد المكونات مزيان مع بعضياتها. من بعد غادي نضيف نص كاس نتاع الزيت. كنخدموا هاد المكونات مزيان. هنايا من الاحسن تخدموا في الهاشوار اولا كتخدموها بيدكم مزيان. كنخدموها مزيان حتى كترجع بهذا الشكل. من بعد غادي نضيف 2 حبات نتاع البيض. هنايا انا كنت مزروبه في الخدمه، خصني نخدمها دغيا. داكشي علاش خويت دوك المكونات كاملين في الهاشوار، خدمتهم مزيان، عاد وليت رديتهم في الكسعه. زدت عليهم معلقه صغيره نتاع خميره الحلوى اولا نص خماره اللي هي 5 غرام. كنزيد كاس ديال الطحين اولا 100 غرام. كنجمع هاد المكونات مزيان، فقط كنرملها، ما كنخدموش المكونات، ما كنعجنوهاش. من بعد كنبدا كنجمع الخليط بالنشا. دقيق فقط كندير كاس وكنكمل بالنشا. النشا هنايا خدات لي 330 غرام ديال النشا باش تجمع لي الخليط. كما شفتوا ما كنعجنوش، فقط كندخلوا داك النشا باش كنتحصلوا على الحلوه من الداخل، كتجي هشيشه وكتجي رطبه، ما كتجيش معجنه ولا مدقصه من الداخل، كتجي مهويه. هذا هو الشكل ديال العجين اللي كنتحصلوا عليه. ما كنقصحوش العجينه بزاف عاود، وكتجي زوينه. الملمس ديال العجين كيجي زوين. هنايا غادي نشكلها على شكل كرات. انا وزنتهم باش كيجيو قد الحبات. وزنتهم الوزن ديالهم 12 غرام، يعني كنحاولوا نديروهم صغيورين ما امكن، لان مازال غادي نزيدوا لهم الشكلاط، مازال غادي نزيدوا لهم الباستا. كيزداد شويه الحجم ديالهم وفيهم الخماره، يعني غادي يزيد الحجم ديالهم شويه في الفران. داكشي علاش كنحاولوا نديروهم صغيورين، ما بين 10 حتى 12 غرام، صافي ما نزيدوش على 12 غرام. هنايا عندي اللاطه مدهونه شويه بالزيت، كنكور هكذا الحبات، كنحاول نبسطهم شويه وكنوضعهم في اللاطه كندخلها الفران يكون سخون على عافيه مهيله. كنخليوها طيب على خاطرها، بالحق ما كنحمروهاش حتى كتبدا كتحمر من تحت. كننزلوها العافيه تكون فوق منها صافي، واحد شويه ما كنخليوهاش تحمر بزاف وكنخرجوها. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها، يعني كتبقى في اللون ديالها بيضه وكتجي مشققه شويه، يعني وكتجي مهويه، كتجي خفيفه هاد الحلوه. بالنسبه للتزيين عندي هنايا الشكلاط كحل ذوبته، وعندي هنايا الباستا خديتها وحكيتها. كنديروا الحبات في الشكلاط كنفضوهم، كنحاولوا ناخذوها بالفرشيطه هكذا وكنفضوها باش كيتزول الفائض ديال الشكلاط. من بعد كنوضعها في ديك الباستا. كنحاولوا نزولوا مزيان داك الفائض ديال الشكلاط. هنايا الشكلاط الاسود دوبته في حمام مريم اولا في حمام مائي، وزدت له شويه نتاع الزيت وكنخلطوه مزيان. هذا هو الشكل نتاع الحلوه من بعد ما فندناها في داك الباستا. كيجي هذا هو الشكل ديالها. كما شفتوا فاش كنديروا الحلوه الصغيره، فاش كدار في الشكلاط وفي الباستا يلاه كتجي هي هذه، كتجي متيوله
ومزيونه، ما كتجيش كبيره بزاف، الحجم ديالها كيجي هو هذاك. صافي غادي نستمر بهذه الكيفيه هذه حتى كنسالي كلشي. هنا فاش كتساليو ممكن تزينوهم من الفوق بخطوط بالشكلاط، اولا كتخليوهم هكذا عادي. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما ساليتها. كتجي رائعه هاد الحلوه، كيجي المذاق ديالها واعره، كتجي واعره. حتى الشكل ديالها كيجي زوين. هنا كما قلت لكم ممكن تزينوها من الفوق بخطوط من الشوكولات كما غتشوفوا معايا في الطلبيه. هذه خليتها هكا. بالنسبه للكميه اللي خدمت معاكم راه كتخرج الدوبل ديال هاد الكميه هذه اللي كنشوفوا دابا في التبصيل. غنقسم معكم وحده تشوفوا كي كتجي من داخل. هذا هو الشكل ديالها من الداخل، كتجي مرمله وهشيشه، والمذاق ديالها كيجي رائع. الكليانات اللي خداوها راه عجباتهم، كيجي المذاق ديالها زوين. وكانت هذه الوصفه ديال اليوم، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. شوفوا الهشاشه ديالها كيفاش دايره. شوفوا كيفاش كتفرتس، كتجي هشيشه.